ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا محمد أشرف وبقالي كام يوم بجرب الساعة الجي تي 3. والنهاردة جاي أنقل لك التجربة بتاعتي. وبالمناسبة قبل ما نبدأ، الساعة اللي معايا دلوقتي هي الجي تي 3 النسخة ال 46. أول حاجة هنلاحظها وعجبتني جدا أول لما مسكت الساعة، وهي إن الشاشة هنا طبعا في الجي تي 3 بتيجي من نوع أميلود، وبتيجي بحجم 1.4 انش. ده غير كمان ان كمان الحواف كانت تكون معدومه. وكمان الشاشه هنا من اهم مميزاتها ان هي بتقدم لك سطوع جميل جدا، وكمان الالوان فعلا متشبعه. ده غير كمان انك تحس انك مبسوط كده وانت بتستخدم الساعه. وطبعا عشان الشاشه بتيجي من نوع اميلود، فطبعا في حاجه مهمه جدا موجوده في الساعه. لو انت مثلا في مناسبه او رايح فرح، الساعه عندك فيها خاصيه always on display. انت ممكن لو انت اخترت مثلا شكل كلاسيك، شكل كاجوال، عايز مثلا تختار الشكل الستايل الاوتفيت اللي انت لابسه، كل ده موجود في الساعه واولويز اون ديسبلاي. يعني ممكن تخلي الساعه شغاله على طول خلال اليوم. اللي عاجبني بقى ان في وزن الساعه الخفيف دوت اللي هو 42.6 جرام، ان برضو شركه هواوي ما قدرتش تستغنى عن الخامات الممتازه اللي موجوده في الساعه ديت. طبعا زي ما احنا عارفين ان الساعه بتيجي من خامات الالومنيوم، وطبعا الازاز المقوى اللي هو مقاوم للصدمات. وطبعا الالومنيوم كويس جدا جدا، مقاوم للصدمات، ويتحمل معاك مثلا خبطه، بيتحمل معاك لاستخدامك اليومي بشكل عام، وبيستحمل فعلا ومقاوم للصدمات. وطبعا ظهر الساعه بيجي من البوليمر عشان خاطر ما يتفاعلش مع العرق او من الاستخدام، وكمان الميه والحاجات دي كلها. والساعه بيكون فيها زرارين اللي هم اللي في على اليمين دول كده، بتلاقي فيه زرارين، زرار كده يعتبر داخل في الفريم شويه، والكراون اللي موجود فيه اللي بصراحه شركه هواوي طورت فيه بشكل جميل جدا وشيك جدا، وخليته كمان بحركه كده صايعه، ان انت ممكن تستخدم الكراون ده تعمل بيه زوم ان وزوم اوت، وتستخدم الساعة بشكل عام، تتحكم وتعرف تجيب التطبيق اللي انت محتاجه بطريقة سهلة جدا وطريقة شكلها حلو جدا. والزرار اللي تحت دوت زرار تخصيص، تقدر مثلا تدوس عليه. يعني انت لو دوست عليه دلوقتي هيجي لك الأوضاع الرياضية، وممكن تخصصه بعد كده تخليه لأي حاجة انت حاببها عامة. يعني كمان اللي بيظبط لك كمان تجربة الساعة، وكمان بيخلي التجربة والتعامل مع الساعة سلس جدا وسهل جدا وسريع جدا، ان كمان الساعة بتيجي بواجهة مستخدم الهارموني او اس بتاع شركة هواوي. وعلى فكرة الهارموني او اس اللي موجودة في الساعة بتقدر تشتغل على اي موبايل، سواء كان هارموني من شركة هواوي، وبرضه بتشتغل على الاندرويد، وبرضه بتشتغل على اي او اس. يعني انا مثلا معايا موبايل الايفون بتاعي، قدرت ان انا اخلي الساعة تشتغل عندي بشكل طبيعي جدا، وبتشتغل وتقدر تتحكم فيها تماما، وكل حاجة شغالة عندك. وكمان الساعة فيها المكالمات والرد على المكالمات، وبرضو الرد على المكالمات موجود في الثلاث موبايلات، تقدر تتحكم فيها عن طريق الاي او اس، وموجوده برضو في الاندرويد، وطبعا موجوده في الهارموني او اس. وبصراحه الساعة بتقدم استخدام جميل جدا. اللي فات ده كله طب حاجات مميزة وحاجات جميلة جدا وحاجات فعلا مميزة موجودة في الساعة. لا، الحاجة اللي جاية ديت بقى هي واحدة من أقوى الحاجات اللي تتميز بيها ساعات هواوي، وبالذات الجي تي 3. جي تي 3 تقدر ان هي تقعد معاك 14 يوم متصل. اه والله 14 يوم. يعني انا واحد مثلا كان معايا الابل واتش كبيره قوي تقعد معايا يوم كامل. حد صاحبي كان معاه السامسونج بيقول لي تقعد معايا باليومين بالعافيه. لا، انت الساعه هنا تقعد معاك 14 يوم متصل في الاستخدام العادي. طب نفترض ان انت شغلت الاوضاع اللي احنا قلنا عليها بتاعه نبضات القلب، الاكسجين في الدم، الضغط العصبي، على مدار 24 ساعه. عادي يا معلم، مفيش اي مشكله. الساعه هتقعد معاك 9 ايام حرفيا. بطاريات هواوي يا جماعه فعلا، لو اي حد اشترى ساعات هواوي هيعرف ان انا بقول عليه دوت. فعلا بطاريات هواوي بتقدر من خلالها ان هي تقعد معاك 14 يوم. نفترض ان انت عامل الاستخدام المكثف 9 ايام 10 ايام. يعني انا مش محتاج ان انا اكون مستخدم الموبايل بتاعي واكون كل شويه عايز اشحن الموبايل واشحن الساعه. لا، انا ممكن اشحن الساعه مرتين خلال الشهر، والموبايل بتاعي هشحنه براحتي عادي. وبكده هنكون خلصنا خصائص ومميزات الجي تي 3. ويمكن فعلا لو لاحظنا هنلاقي اكتر ميزه واقوى حاجه موجوده في الساعه هي ان البطاريه بتقعد معانا 14 يوم في حاله الاستخدام العادي، و9 ايام او 10 ايام في الاستخدام المكثف. ده غير طبعا ميزه الماتيريال والخامات المصنعه منها الساعه، ووزنها الخفيف، وان احنا نقدر من خلالها نشغلها على اي موبايل، سواء الهارموني او اس بتاع هواوي، او موبايل اندرويد، او كمان الاي او اس. وكل
الخصائص والمميزات شغاله على الثلاث موبايلات بشكل طبيعي جدا وبشكل سلس وبشكل طبيعي جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع الجي تي 3. اشوفك في الفيديو الجاي. انا محمد اشرف، سلام.